كتبنا الكتاب وداخلة شقتي عروسة جديدة. يا دوبك دخلنا من هنا لقيت البيت عريس سجاير 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 سجاير، عمال اقول عريس ومتوتر. رجعت كده، عريس ومتوتر ايه؟ ما هو متجوز مرة قبل كده، ايه التوتر اللي فيها؟ قلت عادي ما يجراش حاجة، برضه عريس ومتوتر عادي يا بنتي. المهم دخلنا من هنا لقيته راح مطلع، انا داخل على اوضه النوم بعد اهلا وسهلا ونورتي بيتك والكلام اللطيف اللي بيحصل بين العرسان ده، داخل على اوضه النوم. فانا معديه كده، هو قعد على الكنبه، راح مطلع من جيبه شريط برشام وراح حاطه جنبه على اساس ان انا ما شفتوش، بس انا شفته. رحت داخله قلت بس احنا هنبدأها سجاير وبرشام، وليلة شكلها كده ايه مش لطيفة من اولها. دخلت قلت له طب هتدخل ولا غير انا ولا؟ قال لي لا خشي انتي مع نفسك غيري وبتاع. فانا دخلت طبعا ولمحت بشرة البرشام ده، دخلت غيرت وقعدت جوه شوية ومستنيه يدخل، لقيته ما دخلش فخرجت له. فانا خارجة كده، هو مش واخد باله بقى ان انا خارجة يعني. فانا لمحت ان شريط البرشام ملون، هو متاخد منه حبتين، فهو طبعا اكتشف ان شريط البرشام جنبه وانا جاياله، فراح ايه بيداري بايده كده شريط البرشام بيخبيه وراه يعني. ايه ده وانا اتاخرت عليك؟ قلت له لا عادي متاخرتش ولا حاجه، انا جاي اشوفك في ايه. فقال لي لا انا جاي وراك اهو. وراح واخد الايه، يا دوبك انا بدور بقى فهمت طبعا انه اكيد خبى الشريط التاني يعني في جيبه. فسبته، انا عملت عبيطه يعني عشان يداريه، ورحت داخله. فعلا جه ورايا على طول، فقلت له مالك انت فيك ايه؟ في حاجه متعباك متضايق من حاجه؟ وبعدين احنا لا كنا عاملين فرح، ما انا متجوزه قبل كده يعني و فما عملناش فرح وهو متجوز قبل كده، يا دوبك كاتب كتاب وفستان رقيق كده، وكتبنا الكتاب في البيت عندنا وبتاع وروحنا، فما فيش ارهاق من اي نوع. فدخلنا انت كويس تمام، في حاجة عايز تقولي حاجة يعني متوتر من حاجة؟ وبعدين يعني جوازاتنا صالونات، فاللي هو مفيش قصة حب ولا حاجات، احنا الاتنين بعقلنا قوي يعني. فقلت له صارحني كده من الاول كده لو في حاجة قولي. قال لي لا عادي مفيش حاجة. قلت له انا شايفاك متوتر وبتاع. قال لي لا تمام. طيب خلاص ماشي تمام تمام. المهم قال لي ربع ساعة بس ايه وانا هبقى هفوق يعني، هبقى معاكي هخش اشرب كوباية قهوة. انا طبعا مش يعني واضح انه مش تمام ابدا. المهم دخل عمل قهوة فعلا وشربها وجه. قال ايه عشان يفوق، بس كمل معايا الليلة عادي جدا مفيش حاجة. ويعني انا جوازتي الاولانية اصلا انا خارجة منها وانا بنت، قعدت فيها 3 شهور جواز، وفي خلال ال3 شهور البيه اللي انا كنت متجوزاه يعني وقصة حب طويلة عريضة طلع يعني ملوش في الجواز اصلا. وقعدت 3 شهور بنت زي ما انا. وجينا في الاخر طبعا بعد ال3 شهور وعملنا كل المحاولات، ويمكن ملبوس يمكن عليه جنية يمكن حد عامل له عمل يمكن دكتور يمكن مفيش فايدة. فلقينا ان هو بقى الدنيا بايظة، فطلقنا بما يرضي الله، كل واحد ايه خرجنا بالمعروف يعني.
فدي التجربة التانية. فاللي هو انا داخلها بقى لما لقيت الدنيا كده لبش، فقلت لنفسي ايه يا خيبتك يا بنتي، شكل الليلة ايه كده مش مظبوطة، مع انه عارف ان انا اصلا منفصلة من الاولاني، علشان وانا وعارف ان انا بنت، وعارف كل اللي يعني عارف لبسات الموضوع، فاللي هو مستحيل يكون في حاجة مش مظبوطة. بس الحمد لله عملنا الدخلة، يعني نعم كانت الدنيا صعبة شوية، بس عملنا الدخلة والليل عدت. جينا بقى بعدها تاني يوم وتالت يوم وهكذا الحياة عروس يعني عريس وعروسة طبيعي مفيش حاجة. بس انا بقى ما كنتش عارفة هو مطلق ليه. هو قال لي احنا ما تفاهمناش مع بعض، رغم ان هم قاعدين مع بعض 2.5 3، بس اتطلقوا على اساس ان هم ما فيش تفاهم بينهم. وقتها انا قلت ان هما في مشكلة في الخلفة، لانهم قعدوا مع بعض 3 سنين ولا 2.5 وما خلفوش، فكنت يعني معتقدة ان في مشكلة ما في الخلفة. بس هو قال لي لا، احنا ما تابعناش اصلا حوار الخلفة لان احنا ما كناش متفاهمين، فما جاش في بالنا ان احنا نشوف التأخير من مين فينا ولا ايه فينا ولا اي حاجة من الحاجات دي. بس قلت عادي برضو ما يجراش حاجة. ولما الدخلة تمت قلت اتشهدت، قلت لا الحمد لله، هو بس كان قلقان ومتوتر ولا حاجة وخلاص على كده. جينا بقى بعدها الكام يوم بقى اللي بعد ليلة الدخلة، يعني لقيت نفس الموضوع. ما يعني الدنيا ما يعني ما بيحصلش علاقة زوجية غير لما ياخد برشام. فقلت ايه عادي كبري دماغك، مش مهمة، انت مش هتطلقي تاني علشان بيعمل كده بالبرشام. فضلنا على الحال ده 6 شهور. العلاقة الزوجية ما بتتمش غير لما بياخد البرشام. كل ده هو مش عارف ان انا عارفة، يعني هو مش عارف ان انا عارفة ان هو بياخد برشام. حلو. قعدنا على كده 6 شهور وانا قلت ايه مش مهم عادي وكبري دماغك وبتاع. جينا بقى بعد ال6 شهور دول، لقيت الموضوع مختلف خالص. اسبوع بقى واسبوع لا، اسبوع واسبوع لا. عدى كمان شهرين لحد ما لقيت الموضوع ميت تماما، وهو بيبقى واخد البرشام. فقعدت بقى معاه كده قلت له هو البرشام مبقاش جايب نتيجة؟ قال لي برشام ايه؟ قلت له البرشام اللي انت بتاخده، ما انا عارفة من ليلة الدخل ان انت بتاخد برشام. قال لي وعرفتي منين؟ قلت له لخص، انا مش صغيرة ومش عيلة صغيرة، فهنجيب من الاخر. يعني انت بتاخد برشام ومتعود انت تاخد برشام ومبتعرفش يعني تمارس العلاقة الزوجية غير لما بتاخد البرشام. انت دلوقتي لسه بتاخده، انا عارفة انت من ساعة كام شهر من الجواز دول كلهم لسه بتاخده، فانت دلوقتي في ايه الموضوع؟ انت بتاخده وما بقاش عامل نتيجة ليه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له يعني ايه ما تعرفش؟ احنا بقالنا دلوقتي 2.5 ما وقفتش جنبي، وانت عمال بتحاول ومفيش، يعني كل ده بيحاول ومفيش خالص بقى. قال لي ما انا بحاول من غيره مش نافع، بحاول بيه برضو مش نافع، فانا مش عارف ما معرفش فيه ايه. قلت طب ما تشوف دكتور. قال لي دكتور ايه اللي مفيش دكتور ولا حاجه. قلت له طب ما يعني انت بتاخد العلاج ده والبرشام انت انا ليه ما اعرفش بقى هو برشام ايه اساسا.
ونشاطات دكتور كاتبه ومعرفش الملابسات الموضوعي ما دخلتش فيها يعني. فقلت له طب شوف الدكتور ولا شوف فيه ايه. مفيش حاجة مفيش حاجة. اتحايل عليه بقى ان هو يشوف دكتور، مفيش فايدة. وفضلنا على الوضع ده كمان شهرين كمان. فانا طب انا هعمل ايه يا حبيبي؟ شوف دكتور يا بابا، شوف دكتور، اعمل اي حاجة يعني، اتصرف، احنا هنكمل حياتنا كده يعني. انا الاسم ان انا اتجوزت 6 7 شهور وبعد كده الدنيا بخ، وفعلا ما حصلش اي لا حمل ولا اي حاجة خالص. اتخيل عليه بقى ان احنا نروح نشوف دكتور وهو مفيش فايدة، والموضوع باظ خالص. فانا قررت، طبعا عرفت اهلي الموضوع، قلت لهم يا جماعة الحكاية كذا كذا كذا، وهو اصلا من اول الجواز بياخد كذا فهم قالوا لي دي منشطات وبتاع، يبقى هو اصلا ما كانش ليه في الموضوع، واللي بياخده ده منشطات. ويا اما كشف بقى وعرف ان حالته مثلا صعبة او الدكتور قايله ان هي تمشي بالمنشطات، يا اما هو مش عايز يكشف، فدي حاجة بقى هو حر فيها. احنا مش هناخده من ايده ونوديه للدكتور، ده راجل ويعني المفروض ان هو يثبت رجولته، والمفروض ان هو متجوز ويدي مراته حقها الشرعي والكلام ده كله. انت عايزه ايه؟ قلت لهم انا عايزه اتطلق. طبعا اهلي لما اتكلموا معايا قالوا لي تطلقي تاني، انت هتبقي مطلقه مرتين. فانا قعدت كده قلت لهم هبقى مطلقه فعلا مرتين. قالوا لي طب فكري بقى يا حلوه كويس قوي، علشان انت دلوقتي هتبقي مطلقه مرتين، هتتجوزي تالت. قلت لهم طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا حظي وحش. الجوازين الاتنين معلهمش في الجواز، الاتنين نيلة. الاولاني اتطلقت منه وانا بنت زي ما انا، والتاني الاسم ان هو دخل عليا وخلاص، و6 شهور جواز وبعد كده كل سنة وانا طيبة. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. هم بيقولوا لي يعني اصبري واستحملي، اذ ربما. بس اذ ربما ايه ده؟ انا عمالة اقول له اكشف وروح للدكتور ولا اعمل حاجة، وهو ولا الهوا ولا فارق معاه. وما يعرفش طبعا ان انا عايزة اتطلق، يعني انا الكلام ده كله بيني وبين اهلي. فهل فعلا اروح اقول له اتطلق؟ طب يا جماعة انا حظي نحس، انا منحوسة واتجوز بقى واحد تاني. طب ما انا خايفة اتجوز تاني اطلع انا منحوسة تاني برضو، و... ومعرفش بقى هتجوز تاني ولا مش هتجوز تاني، واسكت واستحمل واعيش بقى وانا ساكتة، ولا اعمل ايه؟ انتي منحوسة. ما يعني بتحصل، يعني هي بتحصل عادي، ما تقوليش على نفسك منحوسة ولا تتشائمي ولا الكلام الفاضي ده. انتي أدرى واحدة بنفسك. مش معنى انك اتجوزتي مرة وفشلتي او 2 او 3، ما هو يعني بيحصل كتير، بيتجوزوا 3 4 5 وبيتفاصلوا وبيتجوزوا عادي. بس كون ان انت هتحطي في دماغك بقى ان انت منحوسة وهتتجوزي واحد تاني وهيطلع عامل ازاي وي الكلام ده كله، انتي بس كل ما عليك ان انتي لازم تفضلي ورا جوزك. يمكن يا ستي لما تقولوا له ان انتي هتطلقي وان هو كمان هيطلق التانية، ما انتي بالنسبة له انتي كمان الجوازة التانية، يقولك لا اروح اشوف دكتور ولا اعمل بقى ولا اتصرف. بس هو يعني انا على ما يبدو ان هو يعني الجوازة الاولانية وطلاقه الاولاني كان فيه واكيد كان بسبب الموضوع ده، يعني الله اعلم طبعا، بس اعتقد ذلك. بس هو هنا يبقى غلطان قوي،
ان هو يتجوز ويمرمط نفسه ويجيب بنت ناس، وفي الاخر يعني يمشي حاله كام شهر، وفي الاخر برضه ما يا ابني الحلال دي يعني دي زوجة وليها حقوق. انت مالكش في الجواز او عندك مشكلة ما ابقى عالجها الاول وبعدين ابقى اتجوز. فانت دلوقتي انت ادرى واحدة بنفسك، هتقدري تستحملي وتعيشي معاه على الوضع ده؟ مش هتقدري يا بنت الحلال. ما تحطيش في دماغك بقى حوار ان انت هتبقي مطلقة للمرة التانية. شيلي من دماغك الكلام الفاضي ده. ما هو انت ما يبقاش اسمك ان انت متجوزة وليكي حقوق ومش عارفة تاخديها، وتروحي معلش لا مؤاخذة تروحي تعملي الغلط او تيجي رجلك في حاجة تانية لا قدر الله ولا بتاع. انهي احسن بقى؟ وطبعا مش كل الناس يعني اللي وضعها كده بتروح تعمل كده يعني، عشان بس محدش يقولي انت بتقولي ايه. فانت ادرى واحدة بظروفك، فانت نبهيه. والله انت لو ما تعالجتش انا زوجة وليا حقوقي وعايزة اتجوز وعايزة اعيش حياتي الزوجية طبيعية وعايزة كمان اخلف، فتعالى نشوف بقى القصة دي فيها ايه. وافق وتعالج وكان بها يبقى خير وبركة، ما وافقش انفصلي وشيلي من دماغك خالص حتة ان انت هتبقي مطلقة للمرة التانية. والله اعلم يا ستي، ما يمكن ربنا يبعتلك عوضه، وانت عارفة عوض ربنا دوت هيجيلك بعد الطلقة التانية ولا التالتة ولا الرابعة ولا امتى. كل حاجة مكتوبة عند ربنا وكل حاجة بتيجي في وقتها، وقت ما ربنا يأذن ويريد. انت ربنا أذن لك ان انت تتجوزي مرتين تلاتة وتطلعي منهم، ده كله بتاع ربنا. فشيلي من دماغك تماما حتة ان انت تبقي مطلعة المرة التانية واستحمل وجع على نفسي والكلام ده. الحياة أبسط من كده يعني. وهو كراجل يعني مفروض ان هو يعني هو اساسا اللي يسعى ويجري ويشوف المشكلة فين ويصلحها. ولو كان عنده مشكلة اصلا من الاول واتجوزك وهو عنده المشكلة كده، ده يعني راجل ما عندوش ضمير. فيا رجالة والنبي لما تلاقوا نفسكم مش نافعين في الجواز ما تتجوزوش وتجيبوا بنات يعني وتجيبوا بنات الناس وتخربوا بيوت بعد كده، وفي الاخر ما هيتخرب بيتك انت كمان ما هتتطلق برضه. فليه بقى؟ ليه ما نجيبها من الاول كده؟ مالكش في الجواز خليك قاعد لوحدك كده، سهلة بسيطة. لكن انا مش عارفة انتوا بتعذبوا نفسكم ليه وبتجيبوا ما انت بيجي على دماغكم برضه في الاخر هتطلق وتديها حقها وبتاع ويبقى شكلك وحش وتتفضح وليلة كبيرة. فده رأيي. اللي شايف رأي تاني يا جماعة في المشكلة دي يكتبوا لنا في الكومنتات. خلصت حلقتي النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. واللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوب. باي باي. كتبنا الكتاب وداخلة شقتي عروسة جديدة. يا دوبك دخلنا من هنا لقيت العريس سجاير 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 سجاير. عمال اقول عريسه متوتر. رجعت كده عريسه متوتر ايه؟ ما هو متجوز مرة قبل كده، ايه التوتر اللي فيها؟ قلت عادي ما يجراش حاجة، برضه عريسه متوتر عادي يا بنتي. المهم دخلنا من هنا لقيته راح مطلع. انا داخل على اوضه النوم بعد اهلا وسهلا ونورتي بيتك والكلام اللطيف اللي بيحصل بين العرسان ده، داخل على اوضه النوم. فانا معديه كده، هو قعد على الكنبه، راح مطلع من جيبه شريط برشام وراح حطه جنبه.
على اساس ان انا ما شفتوش، بس انا شفته. رحت داخله قلت بس احنا هنبداها سجاير وبرشام، وليلة شكلها كده ايه مش لطيفة من اولها. دخلت قلت له طب هتدخل ولا غير انا ولا؟ قال لي لا خشي انتي مع نفسك غيري وبتاع. فانا دخلت طبعا ولمحت بشرة البرشام ده. دخلت غيرت وقعدت جوه شوية ومستنيه يدخل، لقيته ما دخلش فخرجت له. فانا خارجة كده هو مش واخد باله بقى ان انا خارجة يعني. فانا لمحت ان شريط البرشام ملون، هو متاخد منه حبتين. فهو طبعا اكتشف ان شريط البرشام جنبه وانا جاياله، فراح ايه بيداري بايده كده شريط البرشام بيخبيه وراه يعني. ايه ده وانا اتاخرت عليك؟ قلت له لا عادي متاخرتش ولا حاجه، انا جاي اشوفك في ايه. فقال لي لا انا جاي وراك اهو. وراح واخد الايه، يا دوبك انا بدور بقى فهمت طبعا انه اكيد خبى الشريط التاني يعني في جيبه. فسبته انا عملت عبيطة يعني عشان يداريه، ورحت داخلة. فعلا جه ورايا على طول. فقلت له مالك انت فيك ايه؟ في حاجة متعباك متضايق من حاجة؟ وبعدين احنا لا كنا عاملين فرح، ما انا متجوزة قبل كده يعني و فما عملناش فرح وهو متجوز قبل كده، يا دوبك كاتب كتاب وفستان رقيق كده، وكتبنا الكتاب في البيت عندنا وبتاع وروحنا، فما فيش ارهاق من اي نوع. فدخلنا انت كويس تمام، في حاجة عايز تقولي حاجة يعني متوتر من حاجة؟ وبعدين يعني جوازاتنا صالونات، فاللي هو مفيش قصة حب ولا حاجات، احنا الاتنين بعقلنا قوي يعني. فقلت له صارحني كده من الاول كده لو في حاجه قولي. قال لي لا عادي مفيش حاجه. قلت له اصل أنا شايفاك متوتر وبتاع. قال لي لا تمام. طيب خلاص ماشي تمام تمام. المهم قال لي ربع ساعه بس ايه وانا هبقى هفوق يعني هبقى معاكي، هخش اشرب كوبايه قهوه. انا طبعا مش يعني واضح انه مش تمام ابدا. المهم دخل عمل قهوه فعلا وشربها وجه. قال ايه عشان يفوق، بس كمل معايا الليلة عادي جدا مفيش حاجة. ويعني انا جوازتي الاولانية اصلا انا خارجة منها وانا بنت، قعدت فيها 3 شهور جواز. وفي خلال ال3 شهور البيل اللي انا كنت متجوزاه يعني وقصة حب طويلة عريضة طلع يعني ملوش في الجواز اصلا. وقعدت 3 شهور بنت زي ما انا. وجينا في الاخر طبعا بعد ال3 شهور وعملنا كل المحاولات، ويمكن ملبوس يمكن عليه جنية يمكن حد عامل له عمل يمكن دكتور يمكن ما فيش فايدة. فلقينا ان هو بقى الدنيا بايظة، فطلقنا بما يرضي الله كل واحد ايه خرجنا بالمعروف يعني. فدي التجربة التانية. فاللي هو انا داخلها بقى لما لقيت الدنيا كده لبش، فقلت لنفسي ايه يا خيبتك يا بنتي، شكل الليلة ايه كده مش مظبوطة. مع انه عارف ان انا اصلا منفصلة من الاولاني علشان وانا وعارف ان انا بنت وعارف كل اللي يعني عارف لبسات الموضوع. فاللي هو مستحيل يكون في حاجة مش مظبوطة. بس الحمد لله عملنا الدخلة، يعني نعم كانت الدنيا صعبة شوية بس عملنا الدخلة والليلة عدت. جينا بقى بعدها تاني يوم وتالت يوم وهكذا الحياة العروس يعني عريس وعروسة طبيعي مفيش حاجة.
بس انا بقى ما كنتش عارفه هو مطلق ليه. هو قال لي احنا ما تفاهمناش مع بعض، رغم ان هم قاعدين مع بعض 2.5 3، بس اتطلقوا على اساس ان هم ما فيش تفاهم بينهم. وقتها انا قلت ان هما في مشكله في الخلفه، لانهم قعدوا مع بعض 3 سنين ولا 2.5 وما خلفوش، فكنت يعني معتقده ان في مشكله ما في الخلفه. بس هو قال لي لا، احنا ما تابعناش اصلا حوار الخلفه لان احنا ما كناش متفاهمين، فما جاش في بالنا ان احنا نشوف التأخير من مين فينا ولا ايه فينا ولا اي حاجة من الحاجات دي. بس قلت عادي برضو، ما يجراش حاجة. ولما الدخلة تمت قلت اتشهدت، قلت لا الحمد لله، هو بس كان قلقان ومتوتر ولا حاجة وخلاص على كده. جينا بقى بعدها الكام يوم بقى اللي بعد ليلة الدخلة يعني، لقيت نفس الموضوع. ما يعني الدنيا ما يعني ما بيحصلش علاقة زوجية غير لما ياخد برشام. فقلت ايه، عادي كبري دماغك، مش مهمة، انت مش هتطلقي تاني علشان بيعمل كده بالبرشام. فضلنا على الحل ده 6 شهور. العلاقة الزوجية ما بتتمش غير لما بياخد البرشام. كل ده هو مش عارف ان انا عارفة، يعني هو مش عارف ان انا عارفة ان هو بياخد برشام. حلو. قعدنا على كده 6 شهور وانا قلت ايه، مش مهم، عادي وكبري دماغك وبتاع. جينا بقى بعد ال6 شهور دول، لقيت الموضوع مختلف خالص. اسبوع بقى واسبوع لا، اسبوع واسبوع لا. عدى كمان شهرين لحد ما لقيت الموضوع ميت تماما، وهو بيبقى واخد البرشام. فقعدت بقى معاه كده، قلت له هو البرشام مبقاش جايب نتيجة؟ قال لي برشام ايه؟ قلت له البرشام اللي انت بتاخده، ما انا عارفة من ليلة الدخل ان انت بتاخد برشام. قال لي وعرفتي منين؟ قلت له لخص، انا مش صغيرة ومش عيلة صغيرة، فهنجيب من الاخر يعني. انت بتاخد برشام ومتعود انت تاخد برشام ومبتعرفش يعني تمارس العلاقة الزوجية غير لما بتاخد البرشام. انت دلوقتي لسه بتاخده، انا عارفة انت من ساعة كام شهر من الجواز دول كلهم لسه بتاخده. فانت دلوقتي في ايه الموضوع؟ انت بتاخده وما بقاش عامل نتيجة ليه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له يعني ايه ما تعرفش؟ احنا بقالنا دلوقتي 2.5 ما وقفتش جنبي، وانت عمال بتحاول ومفيش، يعني كل ده بيحاول ومفيش خالص بقى. قال لي ما انا بحاول من غيره مش نافع، بحاول بيه برضو مش نافع، فانا مش عارف، ما معرفش فيه ايه. قلت طب ما تشوف دكتور. قال لي دكتور ايه اللي مفيش دكتور ولا حاجه؟ قلت له طب ما يعني انت بتاخد العلاج ده والبرشام انت انا ليه ما اعرفش بقى هو برشام ايه اساسا، والنشاطات دكتور كاتبه وما اعرفش الملابسات الموضوعي ما دخلتش فيها يعني. فقلت له طب شوف الدكتور ولا شوف فيه ايه. مفيش حاجه مفيش حاجه. اتحايل عليه بقى ان هو يشوف دكتور، مفيش فايده. وفضلنا على الوضع ده كمان شهرين كمان. فانا طب انا هعمل ايه يا حبيبي؟ شوف دكتور يا بابا، شوف دكتور، اعمل اي حاجه يعني، اتصرف، احنا هنكمل حياتنا كده يعني. انا الاسم ان انا اتجوزت 6 7 شهور وبعد كده الدنيا بخ، وفعلا ما حصلش اي لا حمل ولا اي حاجه خالص. اتخيل عليه بقى ان احنا نروح نشوف دكتور وهو مفيش فايده.
والموضوع باظ خالص. فانا قررت، طبعا عرفت اهلي الموضوع، قلت لهم يا جماعه الحكايه كذا كذا كذا، وهو اصلا من اول الجواز بياخد كذا فهم قالوا لي دي منشطات وبتاع، يبقى هو اصلا ما كانش ليه في الموضوع، واللي بياخده ده منشطات. ويا اما كشف بقى وعرف ان حالته مثلا صعبة او الدكتور قايله ان هي تمشي بالمنشطات، يا اما هو مش عايز يكشف، فدي حاجة بقى هو حر فيها. احنا مش هناخده من ايده ونوديه للدكتور، ده راجل ويعني المفروض ان هو يثبت رجولته، والمفروض ان هو متجوز ويدي مراته حقها الشرعي والكلام ده كله. انت عايزه ايه؟ قلت لهم انا عايزه اتطلق. طبعا اهلي لما اتكلموا معايا قالوا لي تطلقي تاني، انت هتبقي مطلقه مرتين. فانا قعدت كده قلت لهم هبقى مطلقه فعلا مرتين. قالوا لي طب فكري بقى يا حلوه كويس قوي، علشان انت دلوقتي هتبقي مطلقه مرتين، هتتجوزي تالت. قلت لهم طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا حظي وحش، حظي وحش. الجوازين الاتنين معلهمش في الجواز، الاتنين نيلة. الاولاني اتطلقت منه وانا بنت زي ما انا، والتاني الاسم ان هو دخل عليا وخلاص، و6 شهور جواز وبعد كده كل سنة وانا طيبة. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. هم بيقولوا لي يعني اصبري واستحملي، اذ ربما، بس اذ ربما ايه ده؟ انا عمالة اقول له اكشف وروح للدكتور ولا اعمل حاجة، وهو ولا الهوا ولا فارق معاه. وما يعرفش طبعا ان انا عايزة اتطلق، يعني انا الكلام ده كله بيني وبين اهلي. فهل فعلا اروح اقول له اتطلق؟ طب يا جماعة انا حظي نحس، انا منحوسة، واتجوز بقى واحد تاني؟ طب ما انا خايفة اتجوز تاني اطلع انا منحوسة تاني برضو، و... ومعرفش بقى هتجوز تاني ولا مش هتجوز تاني، واسكت واستحمل واعيش بقى وانا ساكتة، ولا اعمل ايه؟ انتي منحوسة. ما يعني بتحصل، يعني هي بتحصل عادي، ما تقوليش على نفسك منحوسة ولا تتشائمي ولا الكلام الفاضي ده. انتي أدرى واحدة بنفسك، مش معنى انك اتجوزتي مرة وفشلتي او 2 أو 3، ما هو يعني بيحصل كتير، بيتجوزوا 3 4 5 وبيتفاصلوا وبيتجوزوا عادي. بس كون ان انتي هتحطي في دماغك بقى ان انتي منحوسة وهتتجوزي واحد تاني وهيطلع عامل ازاي وي 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 الكلام ده كله، انتي بس كل ما عليك ان انتي لازم تفضلي ورا جوزك. يمكن يا ستي لما تقولوا له ان انتي هتطلقي وان هو كمان هيطلق التانية، ما انتي بالنسبة له انتي كمان الجوازة التانية، يقولك لا اروح اشوف دكتور ولا اعمل بقى ولا اتصرف. بس هو يعني انا على ما يبدو ان هو يعني الجوازة الأولانية وطلاقه الأولاني كان فيه وأكيد كان بسبب الموضوع ده، يعني الله أعلم طبعا، بس أعتقد ذلك. بس هو هنا يبقى غلطان قوي إن هو يتجوز ويمرمط نفسه ويجيب بنت ناس، وفي الآخر يعني يمشي حاله كام شهر، وفي الآخر برضه ما يا ابني الحلال دي يعني دي زوجة وليها حقوق. انت مالكش في الجواز او عندك مشكلة ما ابقى عالجها الاول وبعدين ابقى اتجوز. فانت دلوقتي انت ادرى واحدة بنفسك، هتقدري تستحملي وتعيشي معاه على الوضع ده؟ مش هتقدري يا بنت الحلال. ما تحطيش في دماغك بقى حوار ان انت هتبقي مطلقة للمرة التانية، شيلي من دماغك الكلام الفاضي ده. ما هو انت ما يبقاش اسمك ان انت متجوزة وليكي حقوق ومش عارفة تاخديها، وتروحي معلش لا مؤاخذة تروحي تعملي الغلط او تيجي رجلك في حاجة تانية لا قدر الله ولا بتاع. انهي احسن بقى؟
وطبعا مش كل الناس يعني اللي وضعها كده بتروح تعمل كده يعني، عشان بس محدش يقول لي انت بتقولي ايه. فانت ادرى واحدة بظروفك، فانت نبهيه. والله انت لو ما تعالجتش، انا زوجة وليا حقوقي وعايزة اتجوز وعايزة اعيش حياتي الزوجية طبيعية وعايزة كمان اخلف. فتعالى نشوف بقى القصة دي فيها ايه. وافق وتعالج وكان بها يبقى خير وبركة، ما وافقش انفصلي وشيلي من دماغك خالص حتة ان انت هتبقي مطلقة للمرة التانية. والله اعلم يا ستي، ما يمكن ربنا يبعتلك عوضه، وانت عارفة عوض ربنا دوت هيجيلك بعد الطلقة التانية ولا التالتة ولا الرابعة ولا امتى. كل حاجة مكتوبة عند ربنا، وكل حاجة بتيجي في وقتها، وقت ما ربنا يأذن ويريد. انت ربنا أذن لك ان انت تتجوزي مرتين تلاتة وتطلعي منهم، ده كله بتاع ربنا. فشيلي من دماغك تماما حتة ان انت تبقي مطلعة المرة التانية واستحمل وجع على نفسي والكلام ده. الحياة أبسط من كده يعني. وهو كراجل يعني مفروض ان هو يعني هو اساسا اللي يسعى ويجري ويشوف هو المشكلة فين ويصلحها. ولو كان عنده مشكلة اصلا من الاول واتجوزك وهو عنده المشكلة كده، ده يعني راجل ما عندوش ضمير. يا رجالة والنبي، لما تلاقوا نفسكم مش نافعين في الجواز ما تتجوزوش وتجيبوا بنات يعني وتجيبوا بنات الناس وتخربوا بيوت بعد كده. وفي الاخر ما هيتخرب بيتك انت كمان، ما هتتطلق برضه. فليه بقى؟ ليه ما نجيبها من الاول كده؟ مالكش في الجواز، خليك قاعد لوحدك كده، سهلة بسيطة. لكن انا مش عارفة انتوا بتعذبوا نفسكم ليه وبتجيبوا ما انت بيجي على دماغكم برضه في الاخر هتطلق وتديها حقها وبتاع ويبقى شكلك وحش وتتفضح وليلة كبيرة. فده رأيي. اللي شايف رأي تاني يا جماعة في المشكلة دي يكتبوا لنا في الكومنتات. خلصت حلقتي النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. واللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوب. باي باي.